بيبدأ فيلمنا ببطلنا أنجلو وهو قاعد يفطر مع عيلته، وبيسرح أنجلو بخياله وبيشوف نفسه شاب طويل ومفتول العضلات، وبيتخيل نفسه مغامر أسطوري وسط أجواء كلها أكشن وبطولة. وفجأة بتجيلهم مكالمة تليفون بتقلب حال والدة أنجلو، وبنعرف إن جدة أنجلو تعبانة جدا وحالتها حرجة، ودي مش مجرد جدة عادية، دي هي عالم أنجلو كله اللي كانت بتلعب معاه كوتشينة بالساعات من غير ما تمل، وهي اللي حضنها بيحسسه دايما بالأمان والدفى. وبعدها بتركب العيلة العربية عشان يلحقوا ماما الحاجة، وفي الطريق بيكون أنجلو قاعد ورا وعمال يتخانق بصوت عالي مع أخوه الكبير، وفي نفس الوقت والدته قاعدة عينيها على الطفل الرضيع، وبيعلى صوت خناقهم لحد ما والده بيفقد أعصابه وبيزعق فيهم وبيقول لهم اسكتوا خالص، مش عايزة أسمع صوت حد. وساعتها التوتر بيزيد في العربية، وبيقرروا يوقفوا يستريحوا شوية على الطريق وياخدوا نفسهم. وفي الوقت ده بيفضل أنجلو يستكشف المكان، عادته بقى ولا هيشتريها، وبيسرح أنجلو بخياله الواسع اللي بيصور له الاستراحة دي كأنها غابة خطيرة، وبيدخل جوه مغامرة جديدة في خياله وما بياخدش باله من اللي بيحصل حواليه. وفجأة بتركب العيلة العربية وبيمشوا من غير ما ياخدوا بالهم من غياب أنجلو، وبعدها بيجري أنجلو بسرعة ناحية الطريق عشان يلحقهم، وبيزعق بأعلى صوته وبيقول بابا ماما استنوا، انتوا نسيتوني هنا، رايحين فين؟ ومن كتر لخبطته وجريه من غير تركيز، عربية معدية كانت هتعمله كفتة مشوية. وبعدها الليل بيدخل والدنيا بتضلم، وبيفضل أنجلو قاعد لوحده وبيعيط بقلب مكسور، عيني عليك يا ابني، بختك مايل. وفي اللحظة دي بيظهر بطله الداخلي اللي هو نسخة منه في المستقبل، وهو شاب قوي وشجاع، وبيقول له قوم يا بطل، انت لازم توصل لجدتك وتنقذها. وساعتها بيمسك أنجلو البوصلة بتاعته وبتلف الإبرة ناحية بيت جدته جوه الغابة المظلمة، وبمجرد ما بيدخل جوه الغابة بيحس إن العالم بيتغير، وبيسمع أصوات غريبة وهمسات من كل ناحية بتخلي ركبه تخبط في بعضها كأنه دخل بيت رعب. وفجأة بيظهر قدامه نور دافي بيوجهه لحد ما بيوصل لشجرة ضخمة، وبعدها بيتفتح جذع الشجرة زي الباب السري، وبيدخل أنجلو لعالم تاني خالص مستخبي، وشكلنا كده داخلين على أيام ما فيهاش يما ارحميني. تاني يوم الصبح بيقابل أنجلو جيش من النمل اللي بيتكلم، وبدون تفاهم بيهجموا عليه وبيفضلوا يلدغوه في كل حتة. وساعتها بيجري أنجلو وهو بيحاول يهرب منهم، وفجأة بيظهر روبوت عملاق بيكسر في الغابة وبيقطع الشجر، وفي اللحظة دي بتقع شجرة كبيرة وبتعطل أنجلو. وساعتها بيتصدم النمل من اللي حصل وبيسيب أنجلو وبيهرب. صحيح مصائب قوم عند قوم فوائده. ونرجع تاني للعالم الحقيقي، وبنشوف عيلة أنجلو نايمين جوه العربية وهي ماشية، ما عدا باباه اللي مشغول وبيتكلم مع الذكاء الاصطناعي بتاع العربية ومش واخد باله أصلا إن أنجلو مش موجود. وبنرجع للغابة السحرية، وهناك بيقابل أنجلو طائر لونه أخضر وشكله غريب، وبيكتشف إنه مش طائر، دي في الحقيقة سنجابة بس لابسة بدلة طائر واسمها ليرا. وبتحكي له ليرا وبتقول له بحزن أنا طول عمري بحلم أطير، بس أبويا منعني، وعشان كده عايشة في السر وبعمل نفسي طائر. وبيرفض أنجلو إنه يسيب حلم صاحبته الجديدة يموت وتستسلم للواقع، وبيربط بالونة في ظهر ليرا عشان ترفعها في السماء، وبالفعل بتطير ليرا لأول مرة في حياتها وبتحس بسعادة ملهاش وصف. ومن فوق بتشوف ليرا منظر يوقع القلب، وبتلمح حريقة كبيرة بتاكل الغابة وبتقضي على كل حاجة في طريقها. وفجأة بتظهر سفينة معدنية عملاقة بتشق السحاب، وجوه السفينة دي قاعد الجنرال ألترا، وده عبارة عن راجل آلي لونه ذهبي. والغريب إنه قبل ما يدي أوامره لجيشه بيحضر جلسة علاج نفسي على السريع، وكأن تدمير العالم ده مجرد شغلانة متعبة بتجيب له اكتئاب زي الموظف اللي طالع عينه في الشغل. وبيتكون جيشه من دود معدني ليه عين واحدة بتنور، وبعدها الدود ده بيعمل رقصة غريبة تحس انهم واقفين متقدرين في طابور المدرسة على الصبح. وبعدها بينزلوا الثلاث روبوتات عملاقة عشان يدمروا الشجر جوه الغابة. وفي الوقت ده بيكمل أنجلو طريقه جوه الغابة وهو مبهور جدا بالنباتات اللي بتنور والكائنات العجيبة اللي حواليه. وفجأة الأرض بتتهز تحت رجليه وبيطلع كائن عملاق متكون كله من نباتات وفروع شجر متشابكة. حلاوة يا ولاد. المهم وقتها بيترعب أنجلو وبيرجع لورا، بس الكائن العملاق ده بيطمنه وبيهديه، وبيبتسم أنجلو لما بيحس بأمان معاه وبيسميه غو. وبيطلع غو كائن لطيف وهادي جدا، وفي ثانية بيخلي الدنيا ربيع والجو بديع وفراشات طايرة في كل حتة. بس أول ما غو بيلمح الآلات العملاقة بتاعة الجنرال بتقرب، بيرجع لورا بسرعة وبيستخبى وبيدخل في نوم عميق من كتر الرعب.
وبيلاقي أنجلو نفسه نايم على الأرض. وبعد شوية بتظهر حشرة روبوتية شكلها زي أم 44 وبتجري ورا أنجلو وهي حالفة لا تفرمه، وفعلا بتقدر تمسكه وخلاص هتهرب بيه. ولكن فجأة بتظهر بنت مجنونة ومرحة شبه الغول وشعرها أزرق، وبترمي طوبة كبيرة فوق الحشرة الروبوت وبتنقذ أنجلو في آخر لحظة. وبعدها بتعاكس أنجلو وبتبعتله بوسة. الله يسهل لك يا عم أنجلو. وبتعرفوا إنها من ضمن مجموعة بتحارب جيش الجنرال ألترا الآلي، وزي ما ظهرت فجأة بتختفي في ثانية من قدامه. وبيكمل أنجلو طريقه لحد ما بيقابل ضفدع شكله يقطع الخميرة من البيت، بيثبت يافطة خشب في الأرض ومكتوب عليها وادي اليأس. وبيقعد الضفدع على بيانو وبيبدأ يعزف مقطوعة موسيقية، وبمجرد ما بيلمح أنجلو بياخده معاه وبيفضل يحكي له عن ماضي المكان ده. وبنشوف إن الوادي ده كان جميل وكله حياة وضحك وألوان مبهجة، لحد ما وصل الجنرال اللي ما يتسماش ألترا بآلاته المدمرة وقضى على كل حاجة حلوة. وساعتها كائنات الغابة اضطرت تهرب وتسيب المكان عشان تنفد بجلدها حرفيا. وهنا بنعرف هدف الجنرال ألترا الحقيقي، وهو إنه يوصل لمصدر ينبوع مية أسطوري بيقولوا إنه بيشفي من أي مرض، بس المشكلة إن محدش يعرف مكانه. ورغم التحذيرات أنجلو بيصمم يدخل وادي اليأس، وهناك بيلاقي الحرارة ما تتوصفش والهوا سخن مولع نار. ومن كتر يأسه بيستخبى تحت سحابة وبيترجاها، وبيقول لها وهو بيموت من الحر سيء عليك النبي لا تمطري يا اختي. بس بيتفاجئ ان السحابة بتتكلم وبترد عليه وبتقوله المطر مش ببلاش يا حبيبي، وله شروط، لازم تطلع كل غضبك وتواجهه عشان امطر. وهنا بيفقد أنجلو السيطرة على أعصابه وبيقلب على الوش التاني، وبيبدأ يزعق ويطلع كل الخنقة اللي جواه. وساعتها السحابة بتغضب وبتتحول للون الأسود وبتنفجر في الغضب وبتنزل مطر شديد كأنه طوب بينزل من السماء، وبتعمل سيل بياخد كل حاجة في طريقه. وبتخطف المية أنجلو وبترميه بعيد وسط الأمواج. وبتحاول السنجابة ليرا إنها تنقذه، بس للأسف بتفشل وبيغرق أنجلو تحت المية. وفجأة بتظهر إيدين ضخمة وبتنقذه، وبيطلع غول عملاق اللطيف اللي بيردله الجميل. كتر خيرك يا اخويا. المهم في الوقت ده بيلقط الجنرال ألترا إشارة طاقة غريبة، وبيكتشف مكان أنجلو وبيتأكد له الأجهزة إن الولد ده بيمثل تهديد حقيقي. وبدون تردد بيدي الأوامر لأتباعه وبيقول لهم اقبضوا على الولد ده فورا. وبنرجع للحزين أنجلو بعد ما نجي من الغرق وهو راكب قارب صغير وعايم وسط المية، وفجأة بيقرب منه شبح غامض بينور شبه عفريت العلبة، وبيقول له شبيك لبيك عفريتك بين إيديك، اطلب أمنية واحدة بس. ومن غير تفكير بيطلب أنجلو أمنيته الوحيدة، وهي إن جدته تخف. وهنا بيطلع الجني إزازة صغيرة بيديها لأنجلو وبيقوله السائل ده قوي وهيقضي على المرض. وبعدها بيبتسم الشبح وبيتبخر في الهوا كأنه ما كانش موجود بعد ما أخد القرشين اللي الولد كان محوشهم. وقبل ما الولد يلحق ياخد نفسه بتنزل آلة من آلات الجنرال ألترا الطايرة وبتخطفه وتسحبه لجوه السفينة. وبيواجه الجنرال ألترا وش الوش اللي بيقدم نفسه بكل فخر على إنه مدمر العوالم، وبيسأل أنجلو إذا كان تبع المقاومة ولا لأ. وساعتها بيرد أنجلو بكل صراحة وبيقوله أنا مجرد عيل صغير بيحاول ينقذ جدته العيانة. فبيضحك الجنرال ألترا بسخرية وبيكشف له عن الكابوس الحقيقي، وبيعرفه إنه بيدور على مصدر الشفاء بقاله سنين ومتأكد إنه مستخبي في مكان جوه الغابة دي. وبعدها بيوريه سلاحه السري اللي عبارة عن قنبلة ضخمة قادرة تمسح الغابة كلها في لحظة. ومن هنا ما بيقدرش أنجلو يسكت وبيزعق فيه وبيقول له أنت واحد شرير. فبيتعصب ألترا جدا وبيدي أوامر للحرس إنهم يرموا أنجلو بره، ومن كتر رعبهم ولخبطتهم بيحدفوه بره السفينة الطايرة خالص. فبيقع أنجلو وسط السحاب وهو بيصرخ بأعلى صوته لحد ما بيتهبط في سفينة طايرة صغيرة تحته. وفي اللحظة دي بتظهر السنجابة ليرا عشان تنقذه، لكن أنجلو بيحذرها وبيقول لها لازم تلاقي المقاومة وتعرفيهم ان ألترا هيمسح الغابة بالقنبلة بتاعته. فبتهز ليرا راسها بالموافقة وبتطير بسرعة عشان تنفذ المهمة. وبعدها بتفقد السفينة الصغيرة السيطرة تماما وبتتدمر بأنجلو فوق الجبل. وبنرجع تاني للواقع جوه عربية العيلة اللي مفيش أي حاجة اتغيرت فيها، ولسه والد أنجلو مندمج في الكلام مع الذكاء الاصطناعي كأن ابنه مش مفقود أصلا. وبتعدي الساعات ومفيش أي حد فيهم واخد باله من الكارثة اللي حصلت. وفي الوقت ده في العالم التاني بيفوق أنجلو
أنجلو لوحده وسط الجبال المتجمدة، وفجأة بيشم ريحة أكل حلوة جدا طايرة في الهواء التلج ده، وبيمشي ورا الريحة لحد ما بيكتشف قلعة ضخمة غامضة مستخبية في التلج. ولما بيدخل بيلاقي حتة بيتزا سحرية مغروزة جوه حجر كأنها سيف أسطوري، تحس إنها فخ. ومن غير تفكير بيمسكها أنجلو وهوب بياكلها في بق واحد عشان يسد جوعه. بس القطمة دي بتصحي غول أزرق ضخم جدا، وبدل ما يزقر زي الوحوش بيقدم نفسه بشياكة على إنه سمسار عقارات، وبيشرح له إنه بيخطط يبني مشاريع واستثمارات جديدة فوق الغابة المدمرة. لكن فجأة الغول بيشم ريحة أنجلو وبيجري وراه، وقبل ما يقدر أنجلو يهرب الغول بينط في الهواء وبيمسكه. وفجأة بيطلع غول من قلب الغابة وبينقذ أنجلو في اللحظة الأخيرة. وفي الوقت ده بتظهر ساسا وهي متعصبة على الآخر، وبتزعق في الغول وبتقوله انت ازاي يا بابا عايز تاكل صاحبي. وبيقف أنجلو ووشه جايب ألوان ومحرج جدا من الموقف. وفجأة بتنزل السنجابة ليرا من السما وبتقول لهم بحماس أنا نجحت وحذرت المقاومة من خطة ألترا. وبتلف ساسا ناحية غول بتقوله اجمع الغابة فورا، وبتسيب غول الأمر من غير تفكير. وفي ثانية كل حاجة في الغابة بتلبي الندى، وبتغطي السحابة الغضبانة السما كلها. وبيوقف الضفدع العازف لعبة على البيانو وبيستعد للمعركة. وبيتجمع جيش النمل في تشكيل مثالي، وكأن الغابة كلها صحت من النوم عشان تدافع عن نفسها. لكن الجنرال ألترا بيكون فعل القنبلة العملاقة، وبتنزل السحابة الغضبانة وتلف حوالين الجهاز عشان توقفه. بس ألترا بيدوس على الزرار برضه، وبتبدأ القنبلة تقع بسرعة ناحية الأرض. وقبل ما تخبط وتنفجر بيمسكها غو بفروعه الضخمة وبيعطل لها الآلية. وساعتها بيتجنن الجنرال ألترا وبيطلع كل أسلحته من طيارات وآلات تقطيع، وبيهجموا كلهم على غو وبيبدأوا يقطعوا في الغابة. وفي عز المعركة بتشيل ليرا أنجلو وساسا وبتطير بيهم ناحية سفينة ألترا، وبيحارب الغول الأزرق الروبوتات بكل قوته الجبارة. ومن جوه السفينة بيتسلق الضفدع وبيفتح ممرات سرية عشان النمل يقدر يقتحم المكان. وبتقلب جوه السفينة فوضى وهرجلة ملهاش آخر. وبيحاولوا عساكر ألترا يرشوا النمل بمبيد حشري، بس بيتلخبطوا وبيرشوا ألترا نفسه بالصدفة. الله جبتك يا عبد المعين تعني. المهم في قلب السفينة بيوصل أنجلو وساسا أخيرا لغرفة التحكم ومصدر الطاقة، وبيشوفوا مصدر طاقة ضخم بينور، وبدون تردد ساسا بتكسره. وواحدة ورا التانية كل الآلات اللي في الغابة بتعطل وتوقف شغل، وبيسيطر الهدوء على المكان. بس الجنرال ألترا لسه مخلصش وبيفك نفسه من النمل، ومن كتر غضبه ويأسه بيكشف عن شكله. وبنعرف ان الجنرال ألترا مش آلة عملاقة زي ما كنا فاكرين، وطلع مجرد نفخة كدابة. وبينطبق عليه المثل اللي بيقول من بره عنترة ومن جوه فيستك. وبيطلع في الحقيقة مجرد قزم صغير مستخبي جوه الدرع طول الوقت، وبيهجم على ساسا وبيتغلب عليها وبيستعد عشان يقضي عليها تماما. وساعتها بيتدخل أنجلو بكل شجاعة وبيقف قدامه، وبتبدأ معركة حاسمة بين طفل بسيط وآلة مدمرة. بس بالتدريج أنجلو بيبدأ يكسب، وبينجح أنجلو إنه يضعف قوة الجنرال ألترا. جنرال إيه بقى ده، محصلش حتى جردل. وفي وسط الفوضى دي ساسا بتتزحلق وكانت هتقع على القنبلة المتعلقة، وبيندفع أنجلو ناحيتها بسرعة عشان يلحقها وينقذها. وفجأة الجنرال ألترا بيشوط القنبلة برجله، وبياخد معاه أنجلو وساسا في سقوط مرعب ناحية الغابة. وفي آخر لحظة بتنزل السنجابة ليرا بسرعة البرق وبتنقذهم هما الاتنين. بس القنبلة بتكمل طريقها وبتنزل بسرعة مباشرة ناحية الغابة. وهنا بيطلع غود وبيبتلع القنبلة كلها جوه جسمه، وبيحدف القنبلة في السماء، وهناك بتنفجر وبتدمر سفينة الجنرال ألترا بالكامل. أحسن. بس يا فرحة ما تمت. بيدفع غود تمن غالي، وبينهار وبيقع على الأرض، وبيبدأ لون الأرض يتحول للرمادي الكئيب، وبتبان الغابة كأنها ماتت تماما وما بقاش فيها أي روح. وبيحس أنجلو إنه خسر كل حاجة بعد ما ضحى بصاحبه، وبيقع على ركبه وبيعيط بحرقة، وبتنزل من عينيه دمعة واحدة بتلمس الأرض. وفجأة الحياة بترد من تاني، وبينتشر اللون الأخضر المبهج في كل مكان على الأرض، وبيبدأ ورق الشجر ينمو والأزهار تفتح بألوانها الجميلة، وبيرجع جسم غو ينور من تاني بالتدريج، وبترجع الغابة تعيش وتتنفس، والكل بيفرح وبيحتفل. بيجي وقت الفراق ولازم أنجلو يرجع بيته، وبيودع أنجلو صاحبته ساسا، وبيفتح غو نفق بينور عشان أنجلو يرجع منه للعالم الحقيقي. وفي اللحظة دي بيحاول الجنرال ألترا اللي رجع قزم صغير ومغلوب على أمره إنه يهدد أنجلو لآخر مرة، ولكن الغول الأزرق بيخلص المشكلة دي من جذورها، وبيبلع الجنرال ألترا مرة واحدة وهو خلصنا وخلص
وخلصنا منه للأبد. وبيمشي أنجلو جوه النفق المضيء وبيوصل أخيرا لبيت جدته قبل ما أهله يوصلوا، وبيمشي وراه بهدوء وبيساعده يوصل لحد أوضة جدته، وبيشوفها أنجلو نايمة في هدوء بس باين عليها التعب، وبيطلع بسرعة الإزازة الصغيرة اللي الجن اداهاله عشان يعالجها بيها، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي الإزازة فاضية تماما وما فيهاش نقطة واحدة، وبينهار أنجلو من العياط وبيحضن جدته بكل قوته. وهنا بتحصل المعجزة السحرية، وبتنزل دموع من عينين غو وبتتحول لسائل بينور بيحوط جدته بحنية، وفجأة بتفتح عينيها وبتقعد على السرير وبتضحك وبترجع لها صحتها وحياتها من تاني. وساعتها بس أنجلو بيفهم الحقيقة اللي كان بيدور عليها، وبيكتشف إن غو هو مصدر الحياة طول الوقت، وبيعرف إن مصدر الحياة مش كنز مستخبي ولا ينبوع سري زي ما كانوا فاكرين. مصدر الحياة الحقيقي هو الطبيعة نفسها، الأرض، السماء، الهواء والمية. وبعد شوية بيوصل والد ووالدة أنجلو أخيرا للبيت، وبيتصدموا من الفرحة لما بيشوفوا جدته بصحتها، وبتتجمع العيلة كلها وبيحضنوا بعض وبيضحكوا وبيعيطوا من كتر الفرحة. وبيعلمنا الفيلم إننا لازم نحمي الطبيعة ونحافظ عليها، وإننا نحب عيلتنا ونتمسك بيهم، لأن السر كله في الحب والقلب الصافي، وده اللي بيعمل الفرق الحقيقي. وبكده تخلص حكايتنا النهاردة، بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش. وعلشان يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.